بص يا سنة أولى، دلوقتي مكونات الروبوتات، مراجعة كده سريعة على النقط دي. أول حاجة الهيكل اللي هو الجسم، واتفقنا إن الجسم اللي بيتكون منه الروبوت بيبقى يا كربون يا معدن يا بلاستيك، ولازم ناخد بالنا من الوزن عشان طريقة الحركة بتاعته. وخدنا بالنا من المستشعرات اللي بنحطها، وخدنا أجزاء كتير في المستشعرات، وقلنا إن المستشعرات دي عبارة عن إيه؟ حواس الروبوتات، هي اللي بتلقط المعلومات وبتبدأ تبرمجها. طيب، وقلنا كمان ان مستشعرات الصوت بتلقط الاصوات وتحللها، تمام، وتساعدك كمان في رؤية الحاجة لانه بيحط فيها كاميرات. مستشعرات الحرارة بتعرف درجة الحرارة كام، زي زومبا لما كانت في المسلسل اقول لها درجة الحرارة كام، فطبعا من عند أجهزة استشعارية عرفت درجة الحرارة المحيطة حواليها. وطبعا مستشعرات الحركة، اتفقنا ان مستشعرات الحركة هي الحركة والتغيرات الموقع، حركاته والاماكن اللي بيتحرك فيها. طب ايه هي المحركات؟ المحركات دي عباره عن العضلات بتاعه الروبوت اللي هي بيقدر يتحرك ويمشي ويروح ويجي ايه بيها. طيب، بيقولك يفضل المحركات دي تكون محركات يا اما هوائيه يا اما محركات كهرباء، تمام. طيب، وعرفنا ان الأذرع الآلية دي بتستخدم في المصانع زي مصانع السيارات. طبعا احنا طبيعي عارفين ان السيارة دي بتتعمل من حديد، فطبيعي لما يجي يقطعوها بني ادم هيقدر يشيل هيكل سيارة؟ لا طبعا. بيجيبوا الأذرع الآلية دي هي اللي بتنقل العربيات من مكان لمكان حفاظا على سلامة البني آدم. طيب، تعالوا بقى نشوف ايه الجزء ده. واحد، اتفقنا ان وحدة الطاقة كمان هي عقل الروبوت، زي مخك كده، مش هو العقل بتاعك اللي بيفكر ويتحكم؟ زي لوحة التحكم بتاعة الكهرباء، تقدر تفتح أجزاء من النور وتطفي أجزاء من إيه؟ من النور. وتقوم بمعالجة البيانات التي تجمع المستشعرات وتصدر الأوامر للمحركات. دلوقتي المستشعرات لما بتاخد الأوامر بتبدأ إنها تحللها وتبدأ تصدر الأوامر للمحركات إنها تتحرك. كل ده بيحصل عن طريق لوحة التحكم اللي هي دوائر العرض والحاجات دي كلها. طيب، ايه هي بقى مصادر الطاقة؟ تحتوي الروبوتات الى مصادر طاقة لتشغيلها. طب هي اي حاجة، انت بتاكلي عشان يبقى عندك طاقة، الموبايل بيتشحن بالكهرباء عشان يبقى فيه طاقة ويشتغل معانا، صح؟ كذلك الروبوت لازم يكون ليه بطاريات تخزين الطاقة المحمولة للحركة، اما ياخد بتحط على الشاحن. طيب، زي زومبا ولذيذ. طب خلايا الشمسية اللي هي مصادر الطاقة المتجددة المستدامة. المصادر الطاقة المستدامة دي معناها جاي من صنع ربنا، يعني زي ما قلنا الخلايا الشمسية أو الطاقة الشمسية بتبقى ألواح بتمتص الطاقة الشمسية وتحولها لكهرباء، ومستدامة عشان دايما بتتجدد ما بتنتهيش. طب مصادر الطاقة الكهربائية المباشرة، الطاقة المباشرة امداد الطاقة المستمرة للاستخدام الممتد. معناها ان احنا نقدر نجيب الطاقة الكهربائية بسهولة مباشرة عن طريق الشمس. طب اختيار مصادر الطاقة يعتمد على نوع الروبوت ومدة تشغيله المطلوبة. يعني انا دلوقتي يا ميس مرة عشان اختار الطاقة اللي تناسب الروبوت بتاعتي اللي تشغله لازم تبقى عارف نوع الروبوت ايه، وبيئة التشغيل بتاعته او مدة تشغيله تستحمل قد ايه او تشتغل قد ايه. بدين انت بتيجي تشتري موبايل بيجي يقول لك اما بنيجي نقعد معاك كام ساعة، مدة تشغيله قد ايه. فهمتوا الكلام ده؟ وطبعا دي مصادر الطاقة للروبوتات: الطاقة المباشرة، الخلايا الشمسية، البطاريات. طيب، البرامج راحت فين اهي. البرامج دي عبارة عن ايه؟ بصوا كده، حلو، انت عايز ايه بقى؟ عملنا الهيكل، حطينا وحدات التحكم، الاستشعار، كل حاجة حطيناها، خلصتيه هيشتغل؟ لا، لازم يتحط برامج. البرامج هي اللي بتشغل الروبوت. احنا اتفقنا ان البرامج دي عبارة عن خوارزميات نسبة لمحمد بن موسى الخوارزمي مؤسس علم الرياضة. واتفقنا ان البرمجة عبارة عن مسائل رياضة دقيقة بتتحول للغة برمجة بيفهمهاش الا الكمبيوتر بس. والروبوت شبه الكمبيوتر، انت اللي بتصنعيه وانت اللي بتوجهيه يعمل ايه، بدليل ان الذكاء الاصطناعي والروبوتات معمولة من صنع البني ادم، مش اتعملت لوحدها، فبالتالي برضه اللي بيبدأ يحركها ويمشيها مين؟ البني ادم. طب بيقول لك تتضمن البرمجيات الخوارزميات التي تحدد كيفية استجابة الروبوت للمعلومات. طيب، بيقول لك الروبوتات لازم يبقى فيها مستشعرات تقدر تستقبل المعلومات
طيب يمكن تتراوح البرمجيات من برامج بسيطة لأنظمة الذكاء الاصطناعي معقدة. أيوه، لأن زمان لما تاخدوا في تانية إعدادي إن شاء الله هتعرفوا إن الذكاء الاصطناعي بدأ من 1950. فدلوقتي الذكاء الاصطناعي زي ما انتوا شفتوا نقدر نعمل روبوت يحس ويشعر مثلا بطريقة عن طريق البرامج، فتبقى برامج معقدة. لو فاكرين كلامي قلت لكم البرمجة عبارة عن ممكن تبقى بسيطة بداية ان انتوا تتعلموا سكراتش، لغة برمجة مرئية سهلة جدا قصادكم تشوفوا، لحد ما اتطورت وبقت لغة برمجة معقدة. المبرمج ده يعتبر التوب في كل حاجة. فاهمين اقصد ايه؟ البرمجيات باختصار هي اللي بتشغل الروبوت، هي اللي بتخليه انه يشتغل ويستقبل المعلومات ويبدأ انه يتحرك. البرمجيات هي اللي بتحدد استجابة الروبوت للمعلومات. فاهمين الكلام ده؟ طب ايه ادوات الاتصال؟ عندك ادوات الاتصال بالروبوتات، ممكن نخلي الروبوت متصل بالروبوت. اتفقنا ان ادوات الاتصال ممكن نخلي الروبوت متصل بروبوت، تمام، او الروبوت متصل بالواي فاي او بالبلوتوث بتاع شخص تاني. يعني ممكن يبقى معايا روبوت اتوصل بيه عن طريق البلوتوث او عن طريق الواي فاي. فهمنا الكلام ده؟ طيب دي هنا حالات او مجالات استخدام الروبوتات. اول حاجه مجالات استخدام الروبوتات احنا طبعا شرحنا قبل كده الصناعه، ماشي.